السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. مين اللي قال البامية أم طماطم يا جماعة لازم تبقى سليمة؟ والله ولا سليمة ولا حاجة. أنا النهاردة عايزة أعمل أكل وعايزة أعمل بقى تغيير شوية في الأكل. أعمل إيه؟ عندي البامية دي جايباها من الصيف، مقطعاها كده إيه، كنت للويكا البوكا معاتس والويكا اللي هي على الشوربة. فانا النهارده عايزه اعمل ايه، حبه اكل كده وتتاكل بعيش وتبقى جميله، مش هعمل رز ولا حاجه. وهي على فكره ارديحي يا جماعه. امبارح كنت عامله فراخ ومكرونه بشاميل. تمام. فيعني ايه، لازم نغير، مش كل يوم لحمه وفراخ. وانا بحبها كده ايه، ارديحي يعني. المهم جبت البصلايه، كانت الكهرباء قطعت في الاول. جبت البصلايه حمرتها، دبلتها وعليها حته طومه. ساعات بعمل لها طشه على الوش، فالنهارده قلت يلا كوكتيل كده يبقى كله على بعضيه مره واحده. قلت قلت البصلايه، حطيت عليها نص معلقه ثوم او اقل كمان من دي، يعني نص معلقه من دي او اقل. وحته فلفل مطحونه عندي اللي هو الاحمر في الفريزر، مليت معلقه من دي ورحت قلب 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 كده، ورحت راميه عليها الباميه، شوحتها طلعتها من الفريزر، قلبتها فيها، حطيت عليها حوالي نص كيلو طماطم، واقلب قلب بقى كده وسايباها هي تتسبك مع بعضيها. وبعد كده بقى ايه، اروح مفككاها بحبه ميه، ويا سلام بقى مع حبه عيش كده ناشفين. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. واكله جميله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك. نعمه ربنا كلها حلوه يا جماعه، ربنا يديمها نعمه يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. ويومه بيعدي يا جماعه، مش مهم ايه، الباميه تبقى سليمه. والله طعمها بيبقى تحفه، لان انا جربتها قبل كده، عاملاها قبل كده يعني الطريقه دي، مش اول مره اعملها. النهارده قلت ايه بقى، ايه، نصورها كده عشان اللي عنده حاجه في الفريزر ما يتعطلش، يعمل الاكل الموجود يا جماعه. تشرب بقى ايه الطماطم كده، تتسبك فيها شويه، واروح مفككاها بحبه ميه عشان الطماطم ايه ما تبقاش تقيله في الاكل. تمام. وبألف هنا والشفا يا رب للي هياكل. وهغطي عليها كده وشويه كده هتابعها، الاقيها شربت كده الطماطم بتاعتها، اروح بقى احط لها ايه، حبه ميه ودمتم بخير، ولا هقلي على الوش ولا حاجه، وحط لها كزبره ناشفه وكله بالمره، كوكتيل كده يعني. وبألف هنا وشفا يا رب للي هياكل. واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.